اهلا يا جماعة. الفيديو بتاع النهاردة هو الفيديو الثاني من مجموعة الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن تكنولوجيا الارتفيشال انتليجنت والماشين ليرنينج والديب ليرنينج. كنا شفنا في الفيديو اللي فات الرسمة دي وعرفنا ان الاي اي او الارتفيشال انتليجنت او الذكاء الاصطناعي هو مصطلح شامل بيندرج تحت مصطلحات فرعية زي الماشين ليرنينج وزي الديب ليرنينج. النهارده هنتكلم عن الفرع الاول من الاي اي او الفرع الاول من الارتفيشال انتليجنت واللي هو الماشين ليرنينج او اللي بنقول عليه الام ال. هنعرف ايه هو الام ال وهنعرف ايه التكنولوجيات اللي متعلقه بيه زي الالجوريثم والموديل والداتا سيت. هنعرف ازاي بيشتغل، فكره شغله وايه انواعه واكزامبل عليه، وهنشوف ايه الابليكيشنز اللي مرتبطه بيه. وهنتكلم برضو هو ايه اللي خلى الحاجه زي الام ال كتكنولوجي بقت موجوده دلوقتي وليه ما كانتش موجوده قبل كده. اول حاجه هنشوفها هنتعرف على ايه هو الماشين ليرنينج او ايه هو الام ال. الام ال زي ما شفنا قبل كده هو يعتبر سبست من الاي اي، السبست الاول من الاي اي. لو جينا نحاول نفهم هو ايه فكره الماشين ليرنينج، فالاول هنقول ايه الفرق بين الشغل مع الانسان والشغل مع الآلة. الانسان بوجه عام بيتعلم من الخبرات بتاعته السابقة، يعني كل ما كان البني ادم عنده خبرات اكتر كل ما كان قدرته على ان هو يقدر يتصرف في الامور المختلفة بشكل اكتر، وده كله بيعتمد على الخبرات السابقة اللي بتمر بيه. الآلة مش كده، الآلة بتعتمد على البروجرامز المعينة اللي هي بتتخزن فيها وبتديها أوامر معينة علشان تخليها تنفذ خطوات معينة في أوقات معينة وفي حالات معينة. طبعا الأوامر دي بتجيلها عن طريق البروجرامز اللي الإنسان أو البشر هم اللي بينشئوه وبيحطوه جوه الآلة. الآلة لو احنا حطينا فيها بروجرام وشغلناه النهارده وبعدين جينا شغلناه كمان 10 سنين هنلاقي نفس امكانياته هي مفيش فيه تطوير، مفيش فيه تغيير، هو بنفس الامكانيات اللي كان بيعملها من 10 سنين هو اللي بيعملها النهارده. لكن المفروض البني ادم مش كده، البني ادم المفروض ان هو مع الوقت بيتطور، مع الوقت بيتعرف على حاجات اكتر وخبرته بتزيد، فبيبقى عنده اكسبيرينس اكتر، فبيقدر يتطور ويقدر يبقى حكمه على الامور ومعرفته بالامور واستنتاجاته للامور والداتا بتكون اقوى. ودي الفكره اللي الانسان دلوقتي بيحاول يطبقها على المكنه، ان هو يخليها تتعلم، مش مجرد انها تنفذ اوامر، لا هو بيخليها عايزها تتعلم زي ما البشر بيتعلموا. بس المكنه هتتعلم من ايه؟ المكنه هتتعلم من الباست داتا اللي هو بيديها لها. هو هيعتمد، يعني الماشين ليرنينج ده بيعتمد على ان هو بيخزن في الماشين، بيعتمد على ان الانسان بيخزن في الماشين كميه كبيره جدا من البيانات، فدي بتعتبر زي اكسبيرينس او باست داتا بالنسبه للماشين. وبعد كده يبدا يسالها على معلومات المفروض انها متخزنه عندها، فهي تبدأ تتعرف على المعلومات أو يبدأ يسألها أسئلة إجاباتها في البيانات اللي متخزنة عندها، فهي المفروض تقدر تستجيب وترد عليه وتتعرف على الحاجات اللي هو بيديها لها. مش بس كده، هي تقدر تنفذ أوامر هو بيديها لها بسرعة ويمكن أكتر من الإنسان، زائد إن هي برضو بتقدر تعمل زي تحليل البيانات، تقدر تفهم البيانات بشكل اكتر، تقدر تحلل وتستنتج حاجات من البيانات بطريقه، طبعا ان البيانات هتبقى احجامها كبيره جدا، فطبعا هتكون بسرعه جامده جدا لو قارناها بالنسبه للانسان، وممكن الانسان حتى ما يقدرش يقوم بتحليل او بتصنيف او بتجميع كم البيانات المهوله دي في الاوقات دي. طبعا اهم حاجات بيقدر يعملها الماشين ليرنينج ان هو يقدر يعمل لنا بريدكشن، ممكن يقدر يعمل لنا كلاسيفيكيشن لانواع من البيانات بطريقه معينه، ممكن يعمل لنا كلاسترنج لانواع من البيانات بطريقه معينه. فالهدف الاساسي من الماشين ليرنينج ان هو يقدر يعمل لنا بريدكشن،
ان هو يقدر يتنبأ لنا من خلال البيانات اللي عنده، يقدر يتنبأ لنا باحداث مستقبليه زي مثلا احوال الطقس، زي الاحوال للبيزنس، زي احوال اسعار العمله. فدي كلها حاجات ممكن هو يبدا يتنبأ بيها من خلال البيانات اللي اوريدي انا خزنتها فيه قبل كده. لو جينا نتكلم دلوقتي عن الانفراستراكشر اللي بتكون الماشين ليرنينج، هو بيعتمد الماشين ليرنينج بيعتمد على 3 مينز ستراكشرز اللي هم الداتا او اللي هي الداتا سيت، الالجوريثمز، والموديل. فاحنا بنقول ان احنا عندنا الماشين ليرنينج عنده اول حاجه الداتا سيت، ودي كميه البيانات المهوله اللي هو بيبدا يدخلها على المكنه. بيبدا يدخلها المكنه على ايه؟ على حاجه اسمها الجوريثم. الالجوريثم دي بروسيجرز او برامج او باكجز احنا بناخدها جاهزه، هي متصممه بخصوص بواسطه ناس سبيشاليست او متخصصين في الماس وفي الكمبيوتر ساينس. بتبقى وظيفتها ان هي تبدا تستقبل مننا الداتا وبعد كده تنشئ لنا حاجه اسمها الموديل. المفروض ان الالجوريثم دي عندنا انواع كتيره جدا، والانواع دي بيبقى فيها حاجات على حسب المشاكل اللي احنا عندنا اللي احنا عايزينها. فاحنا ممكن نلاقي الجوريثمز مثلا علشان حاجه اسمها linear regression، حاجه اسمها logistic regression، حاجه اسمها decision tree، ودي وفي حاجات انواع تانية طبعا كتير. كل نوع من دول متخصص لحل مشكله معينه. زي ما بنقول ان الهدف من الالجوريثم ده ان هو يخلق لي الموديل. الموديل ده هو ايه بقى؟ ده الاوتبوت بتاع عمليه الماشين ليرنينج، وده اللي هو يعتبر ترند الجوريثم. يعني انا دلوقتي بعد ما عملت ترين للالجوريثم بالداتا بتاعتي، يعني عرفت الالجوريثم بالداتا سيت بتاعتي، دخلت له الداتا سيت على الالجوريثم، المفروض ان هو دلوقتي عندي حاجه اسمها ترند الجوريثم او موديل. فهو ده اللي بيحتوي على الداتا اللي تم تعليمها للماشين او تم تعليمها للسيستم بتاعي. احنا من خلال الموديل ده بقى ببدا استعمله، يعني الالجوريثم ده بنستعمله في الاول عشان نعلم بيه وننشئ بيه الموديل، وبعد كده التعاملات الطبيعيه بتاعتي هتبقى مع الموديل. غير لو انا لقيت ان فيه اكشن معين عايز يتعمل ويتحسن في الموديل يتحسن بيه، فارجع تاني اعمل داتا سيت اديها للالجوريثم ويعمل لي موديل جديد او يعدل لي في الموديل اللي موجود. دلوقتي لو جينا قلنا ايه انواع الماشين ليرنينج، هنلاقي ان احنا عندنا 3 انواع رئيسيين. اول حاجه اللي هو سوبرفايزد ليرنينج، والانسوبرفايزد ليرنينج، والرينفورسمنت ليرنينج. السوبرفايزد ليرنينج دي او اللي هو التعليم تحت الاشراف، ده بيعتمد على ان ايه؟ ان انا بديله الداتا بالشكل ده، ان انا يبقى عندي لازم الاول اعمل كاركترستكس للداتا، يعني احدد لها المواصفات بتاعتها اللي انا هبدا اخزنها على الكمبيوتر بتاعتي. فبعمل لها زي جدول. الجدول لو انا مثلا بتكلم عن داتا الفروتس او الفواكه، فبقول لون الفاكهه ايه، وشكل الفاكهه ايه، والسايز بتاعها ايه. ولازم ما دام انا بستعمل في السوبرفايزد ليرنينج لازم احط عمود للليبل او لاسم الفاكهه. فانا هاجي لكل نوع من الفاكهه هحط له مواصفات الفاكهه دي. فانا طالما ان انا حطيت هنا ليبل فانا او اسم الفاكهه، فهي دي بتبقى سوبرفايزد ليرنينج. العمليه دي مش بتتم اوتوماتيك، العمليه دي بقى هنا في الماشين ليرنينج بتتم عن طريق الهيومن او التدخل البشري، عن طريق الداتا انجينير بيرسون. طبعا ده مجهود جامد جدا هو بيعمله، فان هو يبدا ياخد الداتا بتاعتي بمساعده، طبعا في برامج كتير بتساعد في الحاجات دي، بمساعده برامج ان هو يبدا ينشئ لي الداتا سيت بالمنظر ده، كاركترستكس زائد الليبل. كل واحده من الكاركترستكس دول او السبيكس دول بنسميها فاريبلز او بنسميها فيتشرز. فهو يقدر يعمل فيتشر اكستراكشن عشان ينشئ لي الداتا سيت بتاع السوبرفايزد ليرنينج. طبعا العمليه دي على قد ما هي طبعا بتكون دقيقه جدا في النوع الماشين ليرنينج اللي بالسوبرفايزد، على قد ما بيكون دقيق جدا في النتائج اللي بيطلع بيها، على ان هو طبعا بيكون مكلف جدا وبياخد وقت طويل ومجهود جامد من البشر علشان يقدروا يجهزوا الداتا في الاول. المفروض ان انا بعد ما بعمل الداتا دي وبتتجهز بدخلها على الالجوريثم،
الالجوريثم بقى بعد كده بيطلع لي الموديل بالمنظر ده، ان هو مثلا ممكن يعمل لي كلاسيفيكيشن، ان هو يبدا يصنف لي مثلا الفواكه بتاعت كل نوع من الفاكهه يصنفهم لوحده. النوع الثاني من الماشين ليرنينج اللي هو الانسوبرفايزد ليرنينج، وده بيختلف بقى عن السوبرفايزد. الانسوبرفايزد ده اللي هو ليس تحت الاشراف، ان هو بيبقى تعليم مش تحت الاشراف، ان انا دلوقتي بلغي العمود بتاع الليبل، فهي داتا بدون ليبل، يعني هي مجموعه من الكاركترستكس بس انا مانيش عارفه اسمها ايه. فدي هو بيبدا ياخدهم ويبدا يقسمهم بقى، مش طبعا يعني هنا قسمهم عمل لهم كلاسيفيكيشن اكوردنج للليبل اللي عنده، هنا هيعمل لهم كلاسيفيكيشن اكوردنج لاي كاركترستيك هو عايزها. هيبدا يعمل لهم كلاسترنج طبعا لاي كاركترستكس او اي فيتشر موجوده هنا، فممكن يقسمهم مثلا يعمل كلاسترنج تبع للكلر، تبع للشيب، على حسب الاوبشن او الفيتشر اللي انا هديها له يعمل بيها كاركترستكس. طبعا هو دي تقريبا ما بتحتاجش مجهود تدخل بشري، هو بيبقى عنده هيوج نمبر من الداتا، هو بيبدا يتعرف يعمل لهم كاركترستكس معينه، يبدا كاركترستكس او باترنز، يعني هو هنا بيقدر يعمل باترنز لكل الداتا اللي داخلاله، فيبدا يعمل حاجات او سمات مشتركه لكل نوع من انواع الداتا، ويبدا يعمل لهم كلاسترنج زي ما احنا شايفين. النوع الثالث اللي هو اسمه reinforcement learning، ده بيعتمد ان انا مش بدخل له داتا خالص، ده بيعتمد على التراين ايرور، ودي نوع بيستعمل دايما في الالعاب وفي الفيديو جيمز. دايما بيبقى عندي حاجه اسمها ايجنت وحاجه اسمها انفايرمنت. الايجنت ده هو اللاعب اللي بيقوم باللعبه، الانفايرمنت اي حاجه خارج اللاعب، ودايما بتعتمد على ان انا بقول له بعمل له ريورد او ستيت، يعني لا في حاله الريورد او في حاله لو انت جاوبتني صح او نفذت الخطوه دي صح زي ما انا عايزاها، ببدا اديله بوينتس او سكورز. لو في حاله ان هو نفذها غلط، يا اما بديله سكور بالماينس، يا اما بوقف السكور خالص. فهي بتعتمد على الريورد والستيت والترايل ايرور علشان اقدر اوصل للماشين ليرنينج تايب اللي انا عايزه. دلوقتي لو شفنا في الصوره دي ازاي الماشين ليرنينج بيشتغل بالظبط، احنا دلوقتي لو انا دلوقتي عندي الاوريجينال داتا سيت، الاوريجينال الداتا بتاعتي كلها موجوده، دايما بقسمها لثلاث اجزاء، تريننج سيت والفاليديشن سيت، ودول مع بعض بيبقوا تبع التريننج، والجزء الثالث اللي هو التست سيت. ايه اللي بيحصل بقى؟ ان انا في الجزء بتاع التريننج ان انا ببدا ادخل الداتا بتاعتي اللي انا حددتها للتريننج، بدخلها على الالجوريثم، فالمفروض الالجوريثم بيبدا يتعرف عليها وبيخزنها عنده، وبيطلع لي الموديل اللي هو قدر يطلعه من خلال الداتا التريننج داتا بتاعتي. انا خلاص بقى عندي موديل دلوقتي، ابدا عايزه اتاكد الموديل ده شغال كويس ولا مش شغال كويس. فانا دلوقتي لو انا كان عندي دخلت له داتا مثلا زي اللي احنا شفناها بتاعه الفروتس، فانا قلت له عندك الجوافه لونها اصفر وشكلها واخده شكل كون، الابل لونها احمر واخده شكل سيركل، الاورنج لونها برتقالي واخده شكل سيركل. فانا دلوقتي حددت له الداتا بتاعتي، فدخلت عنده دخلت في الالجوريثم وطلع الموديل المفروض ان هو فيه البيانات دي متخزنه. هاجي بقى في الفاليديشن سيت، الجزء بتاع الفاليديشن، هدخل له الداتا بدون اسمها، هقول له مثلا عندي فاكهه لون شكلها كروي ولونها احمر، فالمفروض ان هو هياخد الداتا بتاعتي ويبدا يروح للموديل. انا بدخل بقى في الفاليديشن دي بدخلها على الموديل على طول، ما بروحش للالجوريثم. فهو اخد مني الامر بتاعي او السؤال بتاعي وراح للموديل، دور فيه هل عنده داتا، عنده حاجه فروت شكلها كروي ولونها احمر، هيلاقي فعلا ان هي عنده الابل، فيبدا يديني نتيجه ان الفاكهه اللي انت بتسالي عليها دي اسمها ابل.
والله قدر يجاوب معايا ويقول لي يجاوب على الاسئله اللي انا بسالها له في الفاليديشن سيت، ويقول لي اوكي النتيجه صح وانا قبلت بالنتائج اللي هو ادهاني. فهتروح للفيز اللي بعد كده واللي هو التست. لو ما قبلش فالمفروض ان انا برجع تاني للتريننج سيت وابدا ادربه من تاني واتاكد ان كل البيانات دخلت عنده بالطريقه السليمه، وابدا انشئ موديل جديد، وبعد كده ابدا اعمل له فاليديشن سيت واتاكدت ان هو اوكي فبروح للتست سيت. ما اتاكدتش فبمشي في اللوب دي لغايه ما بوصل لان هو فعلا الموديل بتاعي ده بيجاوب على الاسئله اللي انا عايزاها بالطريقه اللي انا شايفاها او متوقعه تكون صح. بعد كده التست سيت دي بالمرحله الاخيره اللي هي المفروض ان انا بديله البيانات بتاعه التست. دي بيانات بقى من الواقع ببدا اسال الموديل عليها. طبعا ببقى متوقعه ان هو في حاجات ممكن يعرفها وفي حاجات مش ممكن يعرفها. اللي مش هيعرفه ببدا اعيد في التريننج سيت ان هو ادخلها له او اظبط له في المواصفات اللي موجوده عنده في التريننج سيت وادخلها تاني الالجوريثم واعدل في الموديل بتاعه. فدي الخطوات اللي الماشين ليرنينج بتبدا تعملها. ان احنا عندنا الاول بتشتغل على تو فيزز اساسيين. الفيز بتاع التريننج لغايه ما اتاكد ان الموديل بتاعي بقى شغال بشكل مناسب. ابدا بعد كده ادخل على الفيز بتاع التست. الفيز بتاع التريننج هو بيبقى وظيفته ان هو ادخل الداتا على الالجوريثم وانشئ الموديل واجرب الموديل لغايه ما اتاكد ان هو شغال كويس. الفيز الثاني ده اللي بيبقى الاكشوال ورك بتاعي، ان انا ببدا ادخل على الموديل بقى في الوقت ده. واضح طبعا ان الداتا هنا بتدخل على الموديل على طول وابدا اتعامل معاه. لو في اي تعديل برجع تاني للتريننج سيت، لو ما فيش اي تعديل فهو ده الشغل اللي انا بشتغل. ده اكزامبل. لو نفتكر احنا في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن الاكزامبل بتاع المصنع اللي هو بيعمل لي تصنيف للفاكهه عن طريق الروبوت اللي احنا مبرمجينه علشان يقدر يقرا اسم الليبل اللي كان موجود على اسم كل فاكهه، ومن خلال معرفته بالاسم الفاكهه يبدا يتصرف يحط كل فاكهه في الروبوت بقى يبدا يتصرف ويحط كل فاكهه في الباسكت الخاصه بيه. احنا هنشوف ازاي ممكن اكزامبل زي ده نعمله بالماشين ليرنينج. احنا دلوقتي هنا عندنا مجموعه الفواكه مش متعرف بقى عليهم كل واحده منهم اسمها ايه. فهتبقى دي دلوقتي وظيفه الداتا انجينير ان هو يبدا يحول لي الانبوت بتاع الداتا دي لداتا سيت. هيبدا يعمل لي جداول زي اللي احنا شفناها قبل كده. ان هو يبقى عنده جدول في الكاركترستكس او المواصفات بتاعت كل فاكهه او كل ثمره من الثمرات دي، ويحط لي الليبل بتاعهم في الاخر. فعمل الفيتشر اكستراكشن ان هو عمل لي جدول داتا سيت من كل الفواكه بتاعتي باسمها وبكل المواصفات بتاعتها. خلاص الداتا سيت دلوقتي بقت جاهزه عن طريق العنصر البشري اللي هو الداتا انجينير. بدأ يدخلها على الالجوريثمز اللي اختاره. هو اختار الجوريثم يقدر يعمل له كلاسيفيكيشن. الالجوريثم ده هياخد الداتا ويبدأ يخلق لي الموديل اللي هو الاوتبوت. خلاص هو دلوقتي الموديل بقى متعرف على كل الداتا بتاعتي باساميها وبمواصفاتها. فانا لو جيت دلوقتي سالته على اي فاكهه مثلا، جبت له سالته الفاكهه لونها اورنج، فهو المفروض ان هو هيشوف ايه الفاكهه اللي لونها اورنج عندي، فهيلاقيها البرتقانه فيقول لي دي برتقانه. لو جبت له حاجه ما هيش موجوده عنده مثلا يوستفندي، فهي مش موجوده هنا عنده، فلما ادخلها على الموديل فهو هيقول لي دي برتقانه، لان هيدور على اقرب حاجه ليها هيلاقي ان هي دي برتقان، مش فممكن يقول لي دي برتقانه. فانا في الوقت ده المفروض ان انا اعمل ايه؟ ان انا ارجع للداتا سيت بتاعتي وازود عنصر في البيانات بتاعتي او في المواصفات بتاعتي. مثلا يبقى نوع القشره بتاعت الفاكهه، فنوع القشره بتاعت الفاكهه مثلا لو سموز تبقى اورنج، لو هي مش سموز تبقى يوستفندي. يبقى انا دلوقتي لو انا حطيت له اليوستفندي مره ثانيه للموديل
فالمفروض ان هو من ضمن الحاجات اللي هيقارن بيها نوع القشره فيقدر يحدد هي فعلا اورنج او يوسف. كانت فكره عامه عن ازاي الماشين ليرنينج بيشتغل. لو جينا دلوقتي اتكلمنا عن ايه اهم الابلكيشنز اللي بيتطبق عليها الماشين ليرنينج، احنا كنا بنقول من اهم الحاجات اللي ممكن نحصل عليها من الماشين ليرنينج هي البريدكشنز. فايه الابلكيشن اللي بنقدر نستفيد منها في الماشين ليرنينج وخصوصا في عمليه البريدكشن؟ لو جينا مثلا شفنا للنتفليكس ريكومنديشن، مش بس نتفليكس، اي سوشيال ميديا ريكومنديشن. لو انا مثلا بدخل ادور على حاجه معينه، مثلا بدور ان انا اشتري عربيه، فهلاقي على الفيسبوك دخلت على الفيسبوك وبدور على ماركات العربيات او اسعار العربيات الموجوده دلوقتي، فهلاقي الفيسبوك هيراني مجموعه من الاعلانات عن العربيات وماركاتها واسعارها ومين بيبيعها وكده. النتفليكس برضو لو انا دخلت شفت فيلم معين ليه مواصفات معينه، فيلم رومانتيك، فيلم اكشن، هلاقي بعد كده كل الريكومنديشن او الترشيحات بتاعت النتفليكس بتدور حوالين الفيلم، نوعيه الافلام اللي انا اخترتها قبل كده. بيقدر يعمل لي فرود ديتكشن، او اللي هي يقدر يحدد ايه الحسابات الزايفه او العمليات اللي بتتم على الاي تي ام بحسابات مزيفه. بيقدر بيعمل بريدكشن للكاستمر بيهيفير. يعني لو انا مثلا ممكن عندي كاستمرز كتير في المؤسسه بتاعتي، ممكن من خلال الهيستوري بتاع الكاستمرز دي يقدر يطلع لي زي جراف او زي دراسه او زي تحليل مين الكاستمرز اللي ممكن يدفعوا، مين الكاستمرز اللي ممكن يتاخروا في الدفع، ومين الكاستمرز اللي ممكن ما يدفعوش خالص. فيقدر من خلال الداتا اللي موجوده عن كل كاستمر موجود عنده يقدر يعمل لي بريدكشن بالحاله المستقبليه للكاستمرز بتوعي، فانا اقدر اخد احتياطي واشوف اتعامل ازاي معاه. طبعا في الهيلث كير بيساعد جدا في عمليات البريدكتنج دياجنوستكس، ان هو بيعمل للتشخيص، يقدر يتوقع تشخيص معين او يوصي بتشخيص معين من خلال الكشف ومن خلال الداتا اللي جات له عن المريض اللي موجود. برضو من الحاجات اللي الام ال بدات تعملها، هي يمكن دي خاصه اكتر بالديب ليرنينج، اللي هي موضوع السنتيمنت اناليسيز او التحليل المشاعر. ان هو يقدر من خلال تفاعلاتي مع السوشيال ميديا بوست، الرياكشنز بتاعتي، انا بعمل مين لمين لايك ومين ديسلايك، فيقدر يحدد، يقدر يعمل زي شخصيه او يحدد لي شكل المشاعر بتاع الشخص اللي بيتعامل من خلال تفاعلاته مع البوستات اللي موجوده على السوشيال ميديا. السؤال اللي ممكن نساله لنفسنا هو ليه الام ال بدا يبقى موجود دلوقتي وليه ما كانش موجود قبل كده؟ طبعا اهم حاجه بقت موجوده دلوقتي وسهلت او ساعدت على التغير الكبير في موضوع التكنولوجيا، وان الام ال يقدر يبقى موجود وبكثره في حياتنا دلوقتي، اللي هو الكميه المهوله من الداتا. الكميه المهوله اللي من الداتا اللي بقت موجوده عند السيستمز او عند الهيئات الكبيره او عند الناس اللي زي الفيسبوك والجوجل، دول بيلموا كميه مهوله من البيانات عن طريق الناس اللي بيدخلوا واللي بيعملوا لوجن. فدول طبعا بقوا زي قاعده بيانات حجمها رهيب جدا وفيها عدد مهول جدا من البيانات بمواصفات مختلفه، فبيقدروا يستخدموها علشان يقدروا يعملوا بريدكشن ويشغلوا الام ماشين ليرنينج تكنولوجي. طبعا الحجم المهول من البيانات ده كان محتاج علشان نقدر نتعامل معاه برضو امكانيات رهيبه في اجهزه الكمبيوتر وفي البروسيسور وفي الميموري، علشان تقدر تتعامل مع الحجم المهول من البيانات باسرع وقت ممكن. فساعد الام ال ان هو يبقى موجود دلوقتي ويبقى جزء من حياتنا فعلا حاسين بيها كلنا، من جزء من حياتنا اليوميه اللي حاسين بيها كلنا، هو الحجم المهول من البيانات زائد الامكانيات الرهيبه في الهاردوير اللي بقت مصاحبه لحجم البيانات. احنا كده اخدنا فكره عامه عن الماشين ليرنينج. يا ريت الموضوع يكون كان مفيد بالنسبه لكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هنتكلم فيه عن الجزء الثالث من الاي اي اللي هو الديب ليرنينج. نشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.
سلام.